7 طرق لتحويل الصور إلى PDF. أولاً، تحويل الصور إلى PDF عن طريق تطبيق الكتب. انتقل إلى تطبيق الصور في جهازك الآيفون. اختر الصورة المطلوب تحويلها إلى PDF. عند فتح الصورة يظهر أمامك بالأسفل خيار المشاركة، اضغط عليه. يظهر أمامك عدة خيارات، منها اختر تطبيق الكتب. يقوم بفتح الصورة من خلال تطبيق الكتب بشكل تلقائي. اضغط خيار الرجوع لتجد أمامك الصورة أصبحت بصيغة الPDF. يمكنك التأكد من ذلك من خلال النقاط الثلاث الموجودة أسفل الصورة، حيث يظهر أمامك خيار المشاركة لهذه الصورة بصيغة PDF. يمكنك مشاركة الصورة أو حفظها بالصيغة الجديدة. الطريقة الثانية، تحويل الصور إلى PDF عن طريق الملفات. انتقل إلى تطبيق الصور في جهازك الآيفون. اختر الصورة المطلوب تحويلها إلى PDF. اضغط خيار المشاركة الذي يظهر أسفل الصورة. من ضمن الخيارات اختر حفظ في الملفات. يتم فتح تطبيق الملفات لتختار المكان المطلوب حفظ الصورة عليه. قم باختيار المجلد واضغط على خيار حفظ. اخرج من تطبيق الصور وانتقل إلى تطبيق الملفات. افتح المجلد الذي قمت بحفظ الصورة من خلاله. تجد أنها ما زالت بصيغة JPG أو الصيغة الأصلية للصورة. اضغط مطولا على الصورة، تظهر أمامك خيارات أخرى، من ضمنها خيار الإجراءات السريعة. اضغط عليه لتظهر أمامك خيار إنشاء مستند PDF. عند الضغط عليه يتم حفظ الصورة بصيغة جديدة، وهي صيغة الPDF. تلاحظ أن الصورة أصبحت مكررة بالحفظ مرتين، ولكن الصيغة مختلفة. يمكنك الآن استخدام الصورة بالصيغة الجديدة PDF. الطريقة الثالثة، تحويل الصور إلى PDF عن طريق الطباعة. انتقل إلى تطبيق الصور في جهازك الآيفون واختر الصورة المراد تحويل صيغتها إلى PDF. من خلال خيار المشاركة يظهر أمامك خيار طباعة، اضغط عليه. تظهر أمامك خيارات الطباعة. من خلال خيار المشاركة الذي يظهر في أعلى الشاشة يظهر أمامك عدة خيارات، من خلالها تتأكد أن الصورة أصبحت بصيغة PDF. يمكنك نسخ الصورة أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حفظها في الملفات. الطريقة الرابعة، تحويل الصور إلى PDF عن طريق برنامج. من خلال البرنامج الذي نوفر رابط التحميل الخاص به في وصف الفيديو بالأسفل، يمكنك تحويل صيغة الصور إلى PDF بكل سهولة. التطبيق مجاني متوفر على الأب ستور، يمكنك تحميله والاستفادة منه. يقوم بوظائف متعددة، أهم شيء هو تحويل الصور إلى PDF. الطريقة الخامسة، تحويل الصور إلى PDF عن طريق موقع أونلاين. من خلال موقع نوفر لكم الرابط الخاص به في وصف الفيديو بالأسفل. يمكنك من خلال هذا الموقع مباشرة تحويل الصور إلى PDF. الموقع آمن، يعمل على مدار الساعة. يمكنك الضغط على خيار Image to PDF Converter. اختر صورة من معرض الصور الخاصة بك، الصورة المراد تحويلها إلى PDF. يمكنك اختيار صورة واحدة أو عدة صور، ثم الضغط على خيار إضافة. من الأسفل يمكنك الضغط على خيار Create PDF ليقوم بتحويل صيغة الصورة إلى PDF. تظهر أمامك بالأسفل بصيغة PDF. يمكنك حفظ الصورة من خلال خيار داونلود كما يظهر أمامك في الصورة. تستطيع تحويل الصور عدد غير محدود من خلال هذا الموقع. تظهر أمامك رسالة لتنزيل الصورة في تنزيلات سفاري. للاستمرار اضغط خيار تنزيل. يتم تحميل الصورة في تنزيلات سفاري، اضغط عليها. من خلال خيار المشاركة تستطيع
حفظ الصورة أو نسخها أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصيغة PDF. الطريقة السادسة: تحويل الصور إلى PDF عن طريق الاختصارات. تأكد أنك قمت بتشغيل أي اختصار من تطبيق الاختصارات في وقت سابق، ثم انتقل إلى الموقع التالي الذي نوفر لكم الرابط الخاص به في وصف الفيديو بالأسفل. قم بإضافة اختصار مختص بتحويل من خلال الضغط عليه، حيث يفتح أمامك تطبيق الاختصارات في جهازك الآيفون. قم بالضغط على خيار إضافة اختصار ليظهر أمامك الاختصار في خانة الاختصارات. حتى تتمكن من تحويل أي صورة إلى PDF، اضغط على الاختصار الذي قمت بإضافته ليفتح أمامك معرض الصور الخاص بجهازك الآيفون. اختر الصورة المطلوب تحويل صيغتها إلى PDF، ثم اضغط خيار تم ليتم تحويل الصورة إلى PDF. عند الانتهاء تظهر أمامك خيارات ليتم حفظ الصورة في الملفات أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الطريقة السابعة: تحويل الصور إلى PDF عن طريق الملاحظات. بخصوص طريقة تحويل الصور إلى PDF عن طريق الملاحظات، فهذه الطريقة قديمة لا فائدة منها في الوقت الحالي، إلا إذا كان إصدار جهازك الآيفون قديم، حيث أن هذه الطريقة أصبحت قديمة بلا فائدة مع تحديثات الآيفون الجديدة. أي أنه إذا كان إصدار جهازك iOS 16 في الوقت الحالي، فإنك لن تتمكن من تحويل الصور إلى PDF عن طريق الملاحظات، حيث أن الخيارات اختلفت قليلا عن الإصدارات القديمة. بخصوص هذه الطريقة لا داعي لتجربتها إذا كان إصدارك حديث. حاول أن تجرب أحد الطرق السابقة التي ذكرناها لك سابقا في هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.